السلام عليكم حبيباتي الغاليات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اقتراح ديالي اليوم الرز بالدجاج، كيجي بنين بزاف، وجبه للغداء او للعشاء. تقدر تحضريها حتى للضيوف الا جا عندك شي ضيف على غفله، كتوجد بسرعه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه والمقادير. وقبل ما نبدا كنتمنى الى عجبتكم وصفه اليوم ونال الاستحسان ديالكم ما تبخلوش عليا باللايك للفيديو وبتعليقاتكم زوينه، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. ونبداو بسم الله على بركه الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه غادي نبداو بها هي التتبيله ديال الدجاج. كنحتاجو معلقه ونص صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره السكينجبير، ومعلقه صغيره التوابل ديال الدجاج. عندي معلقه صغيره ديال الابزار وفلفل اسود، وعندي هنا 5 فصوص ثوم ومعلقه صغيره ديال الملح. هادو هما التوابل اللي كنحتاجو ايضا 3 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس يكون مقطع رقيق بهذا الشكل. وعندي هنا ربع كاس ديال الماء عادي ديال الصنبور. وكنخلط داك العطريه او التتبيله مزيان بيدي كما كتلاحظوا معايا. وغادي نبدا نشرمل في الدجاج ديالي. بالنسبه للدجاج انا خديت الدجاجه كامله وقطعتها في النصف، يعني قسمتها على نصفين، وغادي نشرمل القطعه الاولى او النصف الاول، وغادي نشرمل النصف الثاني كما لاحظتوا معايا بهذا الشكل. كنحاول هكا ندخل التتبيله مزيان في وسط الدجاج ديالي باش الدجاج ديالي يجي بنين. وغادي نغطيه بلاستيك غذائي وغادي ندخلو للثلاجه لمده ديال ساعه ونص الا كان عندكم الوقت، ولا ما كان عندكمش الوقت يعني صافي مباشره كتبداو طيبوه. من بعد ما دازت ساعه ونص مباشره كناخذوا الروز الكميه على حسب الافراد العائله. بالنسبه حنا كنا يعني عدد بينا كبير فعملت كيلو كامل، ولا كانوا الاعداد ديال افراد العائله يعني صغير او قليل فكنعملوا غير نص كيلو. كنرقدوه في الماء يكون غليان، ضروري الماء يكون غليان باش كتنقص داك النشا ديالو، يعني الرز كيخرج داك النشا ديالو وما كيتعجنش لينا ملي كنطيبوه. وغادي ندوز مباشره باش نطيبوا الدجاج ديالنا مع الخضره. كما لاحظتوا معايا عملت كاس الا ربع ديال زيت الزيتون، ضفت عليها بصله تكون كبيره اللي قطعتها قطع صغار بهذا الشكل، وضفت عليها ايضا الفلفل الاخضر، وضفت الجزر اللي قطعتهم بواحد الشكل اللي هو صغير كما لاحظتوا معايا. تقدروا تضيفوا القرع خضار او الفلفل الاحمر الفلفل الاصفر، يعني تقدروا تضيفوا الخضر اللي كتبغيو. كما لاحظتوا معايا ضفت معلقه ديال الملح، وغادي نقلي داك الخضر ديالي مزيان مع البصل كما لاحظتوا معايا، غنخليها تتقلى. من بعد ما غادي تقلى لي الخضره ديالي غادي نضيف الدجاج كما لاحظتوا معايا، غادي نوضعهم فوق الخضر. وداك التتبيله اللي كتبقى لي في المول غادي نضيف عليها نصف لتر ديال الماء، وغادي نخويهم فوق الدجاج ديالي كما لاحظتوا معايا بهذا الشكل. غادي نغطي الطنجره ديالي، ما غاديش نسد عليها، نخليها طيب على خاطرها تقريبا نصف ساعه او خمسة، يعني من 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. من بعد ما طاب الدجاج ديالي كما لاحظتوا معايا، وباش تعرفوا الدجاج طاب كتاخذوا هكا العود خشبي وكتثقبوا الدجاج الا ما خرج لكم الماء كيكون طايب. غادي نحيدوا الدجاج ديالنا كما لاحظتوا معايا بهذا الشكل. كناخذوا جوج ديال المغارف او الطبيصل وكنحيدوا الدجاج ديالنا بكل سهوله. كنضيف الرز من بعد ما صفيته من الماء ورقدته ساعه كامله. بهذه الطريقه الرز ما كيتعجنش اخواتي نهائيا. ضفت ورق ديال الرند تقريبا 5 أو 6 ديال ورق الرند، و3 معالق ديال صلصه الطماطم، وضفت تقريبا لتر ديال الماء. فكنغطي الرز مزيان بهذا الشكل، وغادي نغطي الطنجره ديالي، ما غاديش نسد عليها، نخليها طيب على خاطرها، ولا كنتو زربان فيها كتسدوا الكوكوط ديالكم مكاينش مشكل. غادي نغطيها لمده ديال 20 25 دقيقه تقريبا، صافي الرز دغيا كيطيب. وهنا من بعد ما طاب الرز ديالي كما لاحظتوا معايا هانتوما ما كيتعجنش نهائيا وكيجي بنين بزاف. وهنا كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتوا تقدموا الرز ديالكم في طبق ديال التقديم عادي، او بغيتوا تحمروا الدجاج غير بوحدو يعني في الصينيه، كتدخلوا الدجاج كدهنوه وكتدخلوه للفران بوحديتو كيتحمر وكتوضعوهم فوق الرز. انا هنا خديت الصينيه ديال الفرن كما لاحظتوا معايا، غادي نوضع فيها الرز بهذا الشكل. هانتوما كنوضع الكميه ديال الرز كلها
كما لاحظتوا معايا. وغادي نحاول هكا نساوي داك الروز باش نتحصل على واحد الطبق يكون متساوي بهذا الشكل. وكنوضع القطع ديال الدجاج مباشره من فوق داك الصينيه د الفرن، وكيبقى هاد الطريقه اختياريه. الا بغيتو تدخلوا غير الدجاج يتحمر فكتدخلوا غير الدجاج يتحمر، والرز كتعدلو هكا في شي طبق ديال التقديم، ومن بعد ما كيتحمر الدجاج كتوضعوه من الفوق كما لاحظتوا معايا بهذا الشكل. عندنا معلقه ونص ديال الزبده كما كتلاحظوا معايا، والزبده تكون بدرجه حراره ديال المطبخ باش تساعدكم في ملي تبغيو دهنوا الدجاج ديالكم كيتدهن بسهوله. ضفت عليه ملعقه ديال الهريسه، وكنخلط داك المكونات مزيان مع بعضياتهم كما كتلاحظوا معايا، وغادي ندهن الدجاج ديالي. الا ما توفرتش عندكم الزبده كدهنوه غير بالزيت وتدخلوه يتحمر، انما الزبده كتعطيه واحد البنه يعني كيجي فتي وكيجي رائع بزاف وكيعطيه واحد اللون اللي هو مذهب. غادي ندهن الدجاج ديالي كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل، وغادي ندخلو للفران نشعلوه غير من الفوق الاعلى درجه الحراره، وكنبقى نحضر الدجاج ديالي يعني ما كنغفلش عليه. مجرد ما كنشوفو تحمر بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا كنخرج الصينيه ديالي من الفران. فقط جهدوا عليه النار بزاف باش الدجاج ديالكم ما كيقصحش، يعني لا حمرتوه على واحد درجه الحراره اللي هي منخفضه الدجاج كيقصح. كما كتلاحظوا معايا زينت الطبق ديالي بشويه ديال المعدنوس خضر مقطع قطع صغار كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل، وزيت ايضا بالقطع ديال الحامض. وهذا هو الشكل النهائي الطبق ديالنا كما كتلاحظوا معايا. صراحه كيجي رائع بزاف. تقدروا تحضروا هذه الوجبه للغداء او للعشاء او للضيوف، الا جا عندكم شي واحد كتحضروها صراحه كتجي بنينه بزاف. لاحظوا معايا الرز كيفاش كيجي بنين وكيجي حبه حبه، يعني ما كيجيش معجن نهائيا، وكيجي طايب. ضروري الرز ديالكم تخليوه يطيب مزيان. والدجاج خلاص ما نهضروش على اللون ديالو، لاحظوا معايا اللون ديالو كيفاش كيجي مذهب وطايب وبنين بزاف. وكانت هذه هي وصفه اليوم. كنتمنى الا عجبتكم ونال الاستحسان ديالكم كالعاده ما تبخلوش عليا باللايك للفيديو وبتعليقاتكم الزوينه، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وقبل ما نختم الفيديو كنبغي نرحب بالناس اللي انضمت عندي للقناه جديد، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. وكنبغي نشكر ايضا الناس اللي معايا منذ بدايه القناه. وما بقى لي نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد او وصفه جديده. دمتم في امان الله ورعايته.